وانا ماشيه في الطريق من عند تمثالين ممنون كده، ورايحه بقى خلصت البر الغربي رايحه البر الشرقي، شفت منظر حلو قوي يعني خلاني وقفت على الطريق وقفت العربيه وعايزه اشوف ده ايه الجمال ده. وحتى الناس اللي معانا كانوا فاكرين ده ورد من كتر اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ورايا، واللون الابيض مع الاحمر والماتشنج الحلو قوي ده. فنزلت عرفت ان دي طماطم مجففه بتتعمل هنا في الاقصر وبتتصدر لدول كتير جدا بره مصر، زي البرازيل زي ايطاليا، دول كتير جدا بتاخد مننا الطماطم، وبالذات الطماطم المجففه اللي بتتعمل هنا في الاقصر. زي ما انتم شايفين الناس شغاله، الطماطم بتتجهز وتتغسل تتقطع تتحط في الشمس تتحمص. بس تعالوا نعرف تفاصيل اكتر من المهندس اللي موجود هنا ونعرف منه الكلام ده بيتعمل ازاي، والناس اللي هنا الجميله اللي بترفع اسم الزراعه المصريه والمنتج المصري اللي بيتصدر واللي بيروح يلف بلاد العالم بجوده قويه وحلوه جدا. على فكره بيتباع هنا في برطمانات، الطماطم المجففه دي في برطمانات في المولات الكبيره، مول مصر، سيف سنتر، الحاجات دي كلها، وكمان بيتصدر لدول اوروبيه ودول كتير جدا بره مصر. يلا بينا نعرف تفاصيل الجمال اللي احنا شايفينه ده، المنظر الحلو اللي انتوا شايفينه ده من الباشمهندس. مساء الفل، ازي حضرتك؟ المهندس محمد هاشم، مدير انتاج شركه مصر ايطاليا. هي الشركه الوحيده اللي شغاله في مجال الطماطم المجففه، شركه مصر ايطاليا لاعمال الزراعه والتجاره. بنشتغل في الطماطم يمكن من 2012 2011. شغالين في الاقصر قدمنا حوالي 7-8 سنين. المكان الرئيسي لنا هنا يعتبر الاقصر عشان درجه الحراره في الشتاء، درجه الحراره عاليه. واهم حاجه درجه الحراره تكون عاليه، صح؟ لا، اهم حاجه رطوبه ودرجه الحراره. هنا مفيش مطر، يعني هنا في الشتاء بنستغل مفيش هواء ومفيش تراب يعني اختار المكان ذات نفسه ويبقى ليه عوامل تانية. يعني ما ينفعش في اي مكان اقول ده انا هعمل منشر، يبقى ليها اكتر من عامل. اسمه منشر، صح كده؟ اسم منشر. منشر. فبنختار اختار المكان ذات نفسه بيبقى ليه عده عوامل اكتر من حاجه يعني. بنصدر الطماطم اهو، جابوا لنا الطماطم الطازه اهي، شكلها جميل. بنصدر لاكتر من اماكن، يعني من اكتر من مكان. طماطم زي ما انتم شايفين كده بتبقى بصحتها وبجودتها، عشان بس ما فيش، في ناس ممكن تفكر بقى بتنقوا الطماطم اللي هي طريه. لا، ما ينفعش اصلا الطماطم، لان في الاخر لما بتتجفف بتطلع قطع. فاي مشكله فيها في فريش هتبان جدا في المجفف. لازم تكون فريش جدا، صحيه جدا ونظيفه جدا وجودتها حلوه وريحتها حلوه قوي، طازه قوي الصراحه، ريحتها جميله اكتر من حاجه. لا تسلم ايديكم، مشروع حلو ومبهج ولونه حلو وشكله حلو. انا حقيقي اتبسطت بشكل الطماطم. ربنا يبارك لكم يا رب، وشكرا ليك. شكرا. زي ما انتم شفتوا معايا المشروع الحلو ده شفته بالصدفه وقلت اصور لكم الجمال اللي بيحصل هنا على الارض. حاجات كتير قوي قوي بتحصل احنا ما نعرفش عنها حاجه، منها حاجه بسيطه جدا بس في دول كتير يعني بتاخدها مننا وبتستناها مننا، هي الطماطم المجففه، الطماطم المصريه. وبس كده حبيت اوريهم لكم. ده بياخد قد ايه وقت؟ ده الايطالي اللي بتاخده ايطاليا. ده يعني هم الاصناف الايطاليه هي بتاخد الاصناف اللي زي كده، الطماطم زي دي. البلحيه. احنا بنقول عليها بلحيه في الشغل. دي بتاخد وقت قد ايه بقى؟ على حسب درجه الحراره، بس احنا بنتكلم في الايام اللي احنا فيها دي مثلا 8 ايام 10 ايام، من 8 ل 10 ايام. والمدوره بقى اللي هي زي دي كده؟ دي الطماطم المدوره. دي الطماطم المدوره. دي بتاخد وقت قد ايه؟ دي بتاخد برضو اكتر منها بشويه، يعني 10 ايام يعني. لا، هي بتاخد حوالي 12، بس طبعا عشان لسه لينه كلها فمش. المدوره دي بتروح فين بقى؟ بتصدر فين؟ برضو لاكتر من دوله، مش دوله واحده. يعني غير البرازيل وايطاليا مين تاني؟ يعني عرفنا كده منتجنا يعني غير بيروح فين؟ لا، يروح المانيا، بيطلع المانيا. بيروح الولايات المتحده، اكتر من مكان يعني. خير بلدنا. تسلم.